يا اهلا ويا مرحبا بكم في عصر الساحر الجديد سفيان بن جديدة. سفيان بن جديدة النهاردة بيقدم لنا اسيست خيالي، اسيست من بلاد الصنبا، اسيست عالمي عالمي عالمي. ولكن الاهم من الاسيست التفاصيل بتاعة الاسيست. هنا الراجل ازاي اتحرك اصلا من البداية خالص، وازاي بص كمان على قفشة وعمل سكاننج وشاف ان قفشة هنا، وشاف ان في مدافع في ظهره، وفي كسر من الثانية ابتدى ينزل عشان يستلم الكوره. فطبعا المدافع هنا جاي في دماغه ايه؟ جه في دماغه ان هو مهاجم هيستلم بقى ويعمل ويرجع الكوره وبتاع. عمره ما جه يجي في دماغه ان الراجل هيلعب الكوره من لمسه واحده، كوره بالطريقه الهايله جدا جدا دي، عشان يروح اسيست عالمي 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 لقفشه. ما فيهوش ولا كلمه ولا نقاش ولا اي حاجه، بيقول لقفشه روح هات جول. ولو كان قفشه ما جابش الكوره دي جول، كان جمهور الاهلي يعني هيعمل عمايل مش حلوه خالص. ده سفيان بن جديده اللي فيه كوره تاني في الدقيقه 65، برضو الراجل بيستلم وسط تقريبا 4 لعيبه من انبي، وقدر يسيطر على الكوره ويقف على الكوره. وده اللي انا قلته لك في ماتش برشلونه، ومحدش صدقني ان الراجل ده بيقف على الكوره، ومحطه مميزه جدا، ويمكن كمان محطه اكتر من منصف بوكرار. الراجل ده هيجي مع الاهلي وهيبقى ليه شأن عظيم مع النادي الاهلي الفترات اللي جايه باذن الله. قول لي ايه رايك في اداء سفيان بن جديده النهارده في الدقائق القليله اللي لعبها، ويستحق يبقى اساسي على منصف بوكرار ولا لا؟ شئت ام ابيت، زيزو النهارده من افضل لاعبين النادي الاهلي، وهوريك كده حته على طرف المعلقه وباص بمعلمه من زيزو لعلي محمود بالمسطره والقلم الرصاص. ولكن قبل الباص عايزك تركز في حاجه مهمه جدا، وهي اشاره زيزو هنا لعلي محمود وهو بيقول له اتحرك كده عشان العبها لك هنا، وفعلا لعبها له بلياردو وبيقول له خد اعمل العرضيه عشان نجيب التالت. هنتكلم كده سريعا عن ماتش الاهلي ونقيم لعيبه الاهلي. طبعا عموته النهارده كان بادئ بتشكيل غلط تماما تماما تماما، بدايه من الاثنين قلبين الدفاع اللي انا بالنسبه لي من سيء لاسوء، سواء الجزار او هادي. ولكن الجزار سيء 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 الى ابعد الحدود، مدافع تقيل، مدافع ترنته تقيله، حاجه يعني 0 من 10 النهارده. الجزار دي من وجهه نظري. النهارده هادي رياض برضو يعني ياخد 2 من 10، حلو قوي 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 عليه. تيجي ناحيه اليمين محمد هاني، الراجل بتاع اللي جايبينه مش عارف من الدرجه التانيه ده، كان واكل عليه عيش وحلاوه، وكان بيعمل اللي هو عايزه طول المباراه. كريم فؤاد انا شايفه كان مجتهد جدا وكان حلو جدا. كريم فؤاد ياخد 7 من 10. شوبير الله اكبر اتشاطت عليه شوطين، طبعا بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي اصلا الواد حطها بره، اتشاط عليه شوطين الاتنين راحوا جون. معرفش شوبير ايه اللي بيحصل له مع الاهلي في الدوري، اي حاجه بتتشاط عليه بتروح في الجون على طول. مروان عطيه نمسك الخشب تاتش وود على طول. مروان عطيه هدف عالمي، احسن هدف في الدوري الموسم دوت من قبل الدوري ما يبدا اصلا. 9 من 10 مروان عطيه. كوكا على رأي اسلام مهدي اخويا وحبيبي، ها 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 من 10. انا مش هتكلم كتير والله. خطأ في الجول، خطأ في التمرير، خطأ في التمركز، خطأ في كل حاجة. الله أكبر عليك يا كوكا من الحسد. ديك أكبر غلطة النهاردة من عموتة، وجود الراجل ده في نص الملعب على حساب علي محمود اللي نزل الشوط الثاني قلب الماتش كله. زيزو 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 بالنسبة لي نجم الماتش. زيزو النهاردة باصات، خد عرضيات، خد ضربة جزاء، يلا أي حاجة. زيزو النهاردة المحرك الرئيسي للنادي الأهلي في نص الملعب. 10 من 10. نيجي بقى لطاهر محمد طاهر، اخو كوكا، اخو كوكا والجزار وهادي رياض. طاهر محمد طاهر من سيء 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 لأسوأ أسوأ أسوأ، ولعيب ما عندوش، ما بيقدرش يبتكر. يعني ممكن يبقى لعيب بديل حلو ينزل يغير لك ماتش، تلعبه في ماتش انت محتاج لعيبه بدني، انما ما يبقاش الجناح الاساسي بتاع النادي الاهلي. يعني حرام يبقى حسين الشحات قاعد بره والراجل ده بيلعب. بامانه بامانه حرام حسين الشحات بامكانياته الفنيه دي كلها يبقى قاعد بره، وطاهر محمد طاهر بيلعب. ها 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 من 10. زي كوكا بالظبط. منصف بقرار شوط اول ممتاز، شوط تاني اداؤه هبط بشكل كبير جدا جدا جدا، وتحسه مش جاهز لسه بدنيا 100%. بالنسبه لي سفيان بن جديده يلعب اساسي على منصف بقرار، والكلام ده من ايام ماتش برشلونه مش دلوقتي، ومش عشان الاسيست بس خالص والله العظيم. علي محمود قدم شوط تاني مميز جدا لما نزل، ياخد 5 من 10. وقفشه صاحب الهدف، يعني مش هقيمه بس هو هدف حلو، وكوره ما تضيعش بصراحه، ده انفراد. يعني لو كان ضيعها كان زماننا بنقول كلام كتير قوي 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 على قفشه. اشرف بن شرقي بيحاول بيروح بيجي،
بس برضه لسه عند اشرف بن شرقي افضل من كده بكتير. 6 من 10. قول لي مين احسن واحد في لعيبه النادي الاهلي النهارده، وايه رايك في اداء حسين عموته اللي انا من وجهه نظري محتاج يراجع نفسه في بعض اللاعبين وفي التشكيل اللي بيبدا بيه المباريات. ده كان ملخص النهارده الاهلي وانبي. تعمل لايك وشير ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد، وبس كده، سلام.